الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا إمام المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، ونقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لو أول مرة تشوفيني، معاك أختكم مكرمة صاحبة قناة ماما وكوكي. متنسينيش بلايك واشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد. ويلا بينا نخش على الفيديو بتاعنا. بصوا، أنا كان هنا معايا بطاية، بس بسم الله ما شاء الله كان وزنها كبير، فكانت سمينة. ففي نفس الوقت أنا يعني ما ينفعش إن الشوربة السمينة ديت، يعني ناس كتير بتتعب منها. فاحنا هنعمل ايه؟ هنديها غلوة كده في مية عادية معلهاش اي حاجة زي ما انتوا شايفين اهوت، وهغطيها. اول ما تاخد غلوة هتخلص بقى من المية دي كلها، هوديها شطفة، وهو عامله لها بقى شوربة جديدة نظيفة كده، ايه، من غير دهون ومن غير يعني دسامة البط لوحدها. تمام اهو كده، كانت اخدت غلوتين تلاتة كمان. وشايفين، بصوا بوريكم كمية الدهون اللي على الوش، بجد كبيرة جدا، يعني حتى المعدة نفسها دلوقتي ما تستحملهاش. هشيلها بقى كده، ومحضرة المصفى في الحوض، هصفيها زي المكرونة كده بالظبط. تمام. وبعد ما اصفيها هعمل بقى الشوربة ايه على جديد كده. تمام. نقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لو وصلت لحد هنا من الفيديو ما تنسينيش بلايك، سيبي لايك لأختك عشان اللايك بيشجعني، بيخليني استمر في الفيديوهات. بعد بقى ما صفيت البطاية كويس كده، دعكت الحلة تاني، وهحطها بقى ايه، واعمل بقى ايه شوية شوربة كده، عسل عسل، اللي هما ايه يعني. لا بصوا، حاجة واو. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، عليه افضل الصلاة والسلام. حطيت بقى حلة المية اهيت كده، ايه، نضيفة، عشان خاطر اعمل بقى الشوربة بتاعتي. كنت ضربة نص شفشة صلصة في الخلاط، هفضي زي ما انتوا شايفين اهو. تمام. انا خدت نص شفشة بالظبط، حوالي 3 4 بصلات كده حطيتهم، وملح وفلفل. وبقى انت عايزة تزودي اي بهارات شوربة عندك زودي، عايزة تحطي حبهان حطي، عايزة تحطي مستكة حطي، عايزة تحطي ورق لوري حطي، ده حاجة كده ايه انت وراحتك. انا حطيت ملح وفلفل وبس، تقريبا ما حطيتش حاجة تاني. وكانت عايزة اقول لكم شوية شوربة كده ملهمش حل. بعد ما حطيت حاجتي بقى كلها كده، هبهرها كمان، وهغطيها واسيبها تغلي مع نفسها. واول ما تغلي هنزل بالبط بتاعي. ليه ما عملتوش سليم بجد؟ يعني اللهم بارك الله اكبر، البطيخ كان حجمها كبير، فما كانش ينفع تتعمل اللي هي ايه سليمه كده. تمام. فانا حبيت اقطعها كده تبقى احسن يعني. وفي نفس الوقت انا مش عامله عزومه، احنا اللي هناكلها، فلما اعملها كده هتبقى احسن بالنسبه لي انا. تمام اهو. نزلت بقى بالبطيخ بتاعتي كلها كده في الشوربه بعد ما غلت، وهسيبها تاخد وتدي مع نفسها. وانا اساسي عندي بدل هعمل مثلا فراخ او شوربه او لحمه او الكلام دوت، لازم اعمل جنب منها نوع طبيخ، عشان خاطر عندي كارما وكريم بيحبوا قوي ايه نوع يعني نوع كده يكون فيه طبيخ جنب الاكل. فهم عندي ما بياكلوش الباميه، وانا عندي باميه، وما بياكلوش البسله. فهعمل ايه؟ يا بصمية بطاطس يا لوبيا. فانا قررت ان انا اعمل لوبيا بقى وخلاص. هي كده كده بتبقى طعمها حلو يعني، واحنا كلنا بنحبها وبتتاكل، حتى لو بتتاكل. فدسيت صينية رز في الفرن اهو زي ما انتوا شايفين. في نفس الوقت حاطة البصلاية بتاعة اللوبيا عشان تتحمر، والبط معايا كان هنا داخل على السوا. فقلت اسيبه برضو ايه ياخد شوية كمان كده، عشان انا عايزاه يتهري. عايزة كده يبقى، بصوا، اللحم بيتفصص من العظم لوحده. ولعت على اللوبيا على العين اللي هناك اهو زي ما انتوا شايفين تتسلق، وبحمر البصلاية. ومعايا كيس صلصة طلعته من الفريزر، مرضتش بصراحة اضرب طماطم، انا كده كده عندي الصلصة متوفرة في الفريزر. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، عليه افضل الصلاة والسلام. بجد عايزة اقول لكم ان الاكل دوت بيشبع وبيبقى افيد من الاختراعات والافتكاسات والتكات بتاعت اليومين دول. يعني انا من يومين والله كنت جايبه اكل من بره، كريب وبيتزا وكده،
قعدنا ناكل فيهم 3 أيام وما كانش كمية، ده أنا كنت جايبة لكل واحد مثلا كريب وبيض زيتين. قعدنا ناكل فيهم 3 أيام من كتر ما احنا مش متعودين على أكل بره، احنا أصلا مش بنحب أكل بره. بس أنا حبيت إن هما ايه، هتاكلوا ايه النهاردة، عايزين ناكل كذا، حاضر من عينيا. هما ذات نفسهم كارما وكريم، أنا عندي والدتي مرضتش تاكل منه خالص، وأنا أكلت يعني برضو منه بس مش قوي، بس كارما وكريم أساسا اللي هما طالبينه ما أكلوش منه. البيتزا فضلت زي ما هي وكل واحد اكل له يعني قطمتين من الكريب كده وسابه. لا احنا اكل اللي انت بتعمليه احلى يا جماعه، ما انتوا اللي طالبين. لا والله قعد 3 ايام في التلاجة عبال ما اخلصوه. تمام. هنا بقى كانت البصلايه بتتشوح معايا، فانت طبعا يعني عايزه اقول لكم ان انتوا يعني ما تعتمدوش على اكل بره، بجد جربوا اكل البيت هيكون احلى بكتير. حتى لو حاجات بسيطه، حتى لو حاجات ما فيهاش افتكاسات، حتى لو حاجات بتاعة أهالينا بتاعة زمان، ما تفتكسوش. هو الأكل ده تمام. بصوا بقى، أنا أخدت شوية من الصلصة اللي اتسبكت بتاعة اللوبيا ومسحت بيها وش البط كده زي ما انتوا شايفين. وده كان الرز خلاص طلعته من الفرن وكنت مغطيه كده بقى عشان خاطر ايه، بيقولوا لما بيتغطى بياخد ويدي مع نفسه بيبقى طعمه أحلى. وهنا بعد ما سويت الفراخ في الفرن، البط قصدي في الفرن، وبجد مش قادرة اوصف لكم جمال الأكلة دي، اللهم بارك، والله ليها طعامة وجمال وريحة ونفس في البيت، تحفة تحفة تحفة. تمام كده. بصوا اهوت، حمرتها في الفرن، ما رضيتش احمرها في الزيت لان طبعا في الفرن افيد وصحية بكتير. وادي اللوبيا بتاعتي اهي، شايفين الجمال والحلاوة. وادي الرز مفلفل وحلو ازاي، ادي الرز المدسوس على اصله، كنت عاملاه الفيديو اللي فات عشان كده اللي قبل اللي فات، عشان كده ما رضيتش اصوره بقى معاكم الفيديو ده وتطول عليكم. وشايفين الشوربه مش دسمه خالص ولا عليها الوش اللي هو بيبقى السمين بتاع البط ده. والبط كان مستوي بطريقه حلوه جدا، جربوا الطريقه دي هتعجبكم اوي اوي اوي. مفيش افتكاسات، اكل زمان، اكل تيتا وماما والاكل الحلو دوت. بجد انا اولادي بيفرحوا بالاكل كده اكتر من اي افتكاسه تانية. يعني لما عملت تشيكن في البيت ما عجبهمش. المهم، ما تنسونيش باللايك واشتراك في القناه، واستودعكم في الله الذي لا